اهلا بيكم في قناة الامبراطور. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لمنفصلين برج الجدي. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تدخلوا على الكومنتات وتكتبوا يا رب بنية الفرج. يا برج الجدي، انا شايف ايه اللي انتوا منتظرينه من الشخص اللي انتوا بتحبوه، او ممكن تكونوا منفصلين عنه. ايه الحاجة اللي يمكن فيها الانتظار كتير ارهقكم وخلاص، زي ما يكون فقدتوا الامل، زي ما يكون عايزين تمشوا او خلاص. انتوا اللي كتير منكم يمكن اديتوا كتير بس لسه مستقبلتوش، سواء كان اديتوا حب، اديتوا دعم مادي، اديتوا دعم معنوي، اديتوا كل ما عندكم، بس حسيتوا ان يمكن الشخص اللي انتوا مرتبطين بيه يمكن او منفصلين عنه حاليا، حتى لو في شيء يملكه حاسين ان هو مستخسره فيكم. الشخص ده عارف هو عايز ايه كويس جدا، عارف كل تصرف او كل حاجة ممكن تكون بتصدر منه، عارف عواقبها، عارف تأثيرها، هو فاهم كل حاجة. بس ساعات كتير تفكيره بيبقى ليه عواقب كتير من اللي هو ممكن يكون متخيله، او بيحسب مثلا تصرف معين لنتيجة معينة، وبيكتشف في الاخر ان ممكن يكون ليه نتيجتين تلاتة، وهو ما كانش متحمل ان هو يتحمل 3 نتائج، هو كان تحمله بس على نتيجة واحدة. ساعات كتير بيبقى فيه تصرفات غلط، تصرفاته وتفكيره، حاجات كتير بتخونه، بتخليه يمكن ان هو يفقد حاجات هو بيتمناها، او حاجات كتير ممكن يكون باقي على وجوده، بيحبوه بصدق، بس يمكن ذكاؤه بيخونه. يعني من كتر ما الشخص ده ما هو ذكي وبيعتمد على ذكائه، ساعات كتير ذكاء الشخص ده بيخونه. انتوا كتير تعبتوا، انا حاسس ان في حاجة فيها انتظار او صبر. يا اما انتوا انتظرتوا كتير وعايزين ترحلوا، او انتوا اتحملتوا كتير واديتوا الشخص ده فرص كتير، او اديتوه حب كتير، مش لاقيين نتيجة او مش لاقيين فايدة. بس الشخص ده بيحبكم، ولو خسركم مش هيعوضكم تاني، ويحس بألم صعب ان هو يداويه. الشخص ده بيتعامل معاكم بذكاء، لان هو بطبيعته دايما يعني في كل حاجة، حتى في ابسط الامور بيشغل دماغه. الشخص ده مشكلته ان طول الوقت بيشغل دماغه ومبقاش عارف يفصلها. الشخص ده ممكن يكون عنده خبرات كتير جدا، ممكن يكون صاحب عمل، ممكن يكون هو طبيعته بيحب يقعد ويحط رجل على رجل، من النوع المغرور شوية، يمكن واثق في نفسه زيادة عن اللزوم، عارف يمكن قدرات نفسه زيادة عن اللزوم، فهو بيراهن على ذكائه في أمور كتير جدا. انتوا اديتوا الشخص ده كتير للشخص ده، لدرجة ان انتوا حسيتوا ان انتوا خسرتوا كتير، لان انتوا حسيتوا ان انتوا اديتوا ومستقبلتوش، وكأنها علاقة من طرف واحد، او حب من طرف واحد، واهتمام من طرف واحد، او حتى كلام من طرف واحد. الشخص ده ممكن يكون للبعض منكم ليه ابتسامة معينة، او في حاجة انتوا ممكن تكونوا بتكشفوها من ابتسامته، او احساس هو حاول يداريه، بيبقى فيه تعبير معين بيكشفه. بس انا شايف ان الشخص ده بيحبكم في الاول وفي الاخر.